مساء الفل يا حلوين. هنعمل النهارده فاصوليا على الطريقه اليمنيه، حاجه كده عظمه يا جماعه، لازم تجربوها. بالمناسبه دي من الاكلات المفضله على قلبي جدا، بحبها جدا وخصوصا في الشتاء. وسلام بقى لو مع عيش او مع رز، يعني دي اذواق وكل واحد وذوق. انا شخصيا بحبها ايه بالاتنين. عموما ما علينا، هنبدا وهنيجي في طاسه على النار او حله غويطه، وهننزل بالماده الدهنيه بتاعنا، سمنه او زيت، وهننزل ببصلايه نحمصها زي ما انتم شايفين كده لحد ما توصل للون ده. وبعد كده هننزل بمعلقه ثوم مفروم ونديله تقلبتين لحد ما ريحته تطلع. وبعد كده هننزل بفلفل حار. طبعا الفلفل الحار ده بيودي الوصفه في حته تانية خالص. لو ما بتحبوش الاكل سبايسي ممكن ننزل بفلفل بارد، مفيش مشكله. وبعد كده هننزل بمعلقه معجون طماطم، هنقلبه برده كده تقلبتين لحد ما ياخد لمعه كده. وهننزل بطماطمايه متقطعه صغير. طبعا البصل او الفلفل او الطماطم او الحاجات دي يعني إيه تقدير كده، يعني انتوا براحتكم، ممكن تقللوا الكمية او تزودوها زي ما تحبوا. نزلنا بالطماطم اخر حاجة، وهنفضل نقلب فيها لحد ما تطرى معانا كده بالشكل ده. وبعد كده هننزل بكوباية مية سخنة او باردة، مفيش مشكلة، بس انا بفضل ان هي تبقى سخنة عشان تكمل سوا على طول ما نقفش. وبعد كده ايه هنسيبها شوية كده ايه تتسبك. وبعد كده هننزل بالفاصوليا بتاعنا. دي فاصوليا جاهزه يا جماعه، وعلى فكره هي نفس الطريقه لو الفاصوليا اللي هي الفريش. بس طبعا ايه الفاصوليا الفريش بننقعها اقل حاجه ساعتين وبنسلقها، لكن دي بتنزل على طول جاهزه كده، فهي مفيش فرق خالص. تمام كده. بعد كده هنديها شويه ميه على حسب ما انتوا بتحبوها ميه كتير او ميه قليله. انا بحبها يابسه كده شويه، فبراحتكم انتوا يعني. ممكن تزودوا الميه شويه، ممكن تقللوها برضو، ده اختياري. بس كده. وبعد كده هننزل ببهاراتنا. طبعا انا اديتها هنا رشة سكر عشان نكسر الحموضة بتاع الطماطم، وبهرتها بملح وفلفل اسود وكمون. تمام كده. ونزلنا في الاخر برضو بشوية كزبرة فريش. لو مفيش كزبرة فريش متوفرة ممكن ننزل بكزبرة بودر عادي، مفيش مشكلة. بس كده، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. هنغطي بقى عليها كام دقيقة كده لحد ايه ما المكونات تختلط مع بعضها، وتبقى وصفتنا كده جاهزة معاك. بجد مفيش اسهل ولا اسرع من كده، جربوها وهتعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.